الحمد لله الذي جعل لنا في حصول البسملة من الشيطان حصنا، الذي ألبسنا بأنوار هدايته حلل رضوان وحسنا. سبحان الباعث لخلقه يوم الفصل لمحاسبتهم جنا وإنسا، يوم تخشع القلوب والأصوات فلا تسمع إلا همسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القامع لسلطان المبطلين بالآيات الباهرة، والقاطع لطغيان المنكرين بالأدلة الزاهرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله، صاحب الفتح المكي والتشريع المدني، المنصور بالمدد الرباني والمؤيد بالجند الملائكي، صلاة ترزقنا بها الباطن التقي والقلب النقي والفهم الجلي. وسلم يا ربي عليه وعلى آله وأصحابه أصحاب المقام العلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما ألهمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من إبليس وفتنته، منبها المؤمن لإحياء فطنته: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده عدو لا بد أن يدرس عدوه، لا بد أن يتفكر في عدوه، لا بد أنه يعرف خطوات العدو ومسالك العدو ومناهج العدو، وكذلك لا بد أن يعرف نقاط ضعف العدو. خاطر إذا عرفت نقاط ضعف العدو سددت الثغرات وعرفت من أي باب تدخل. سيدنا ابن كثير وهو من كبار العلماء ذكر في كتابه البداية والهداية أن إبليس اللعين رن في حياته أربعة رنات. شو معناها رنة؟ الرنة هي الصيحة الطويلة، هي الصراخ العالي، هي البكاء. يعني إبليس في الأربع مواطن هذوما أطلق صوتا يدل على الهم والغم والحزن. وهذا إشارة أن ما سنذكره من هذه المحطات هي محطات هزيمة للشيطان، وأنه لا بد لقلوبنا أن تتدبر وتتفكر في هذه المواطن، لأن عدونا هنا هزم، فلا بد أن نعرف المواطن هذه. أولا، رن الشيطان عندما لعنه الله، أي أخرجه من رحمته، وهذا قوله سبحانه وتعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثانيا، حينما أهبط إلى الأرض. ثالثا، عند مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أطلق صيحة فزع. وآخرا، عند نزول سورة الفاتحة.
فنسأل الله العلي العظيم أن يفتح علينا بكيفية استخلاص الحكم من هذه المواطن. قلنا الموطن الأول عندما لعن. شو معنى اللعنة؟ أي خرج من رحمة الله. إذا الشيطان خلط يصيح من اللعنة فلا بد للمؤمن الذي يبتغي رضاء مولاه والذي يريد تقوى مولاه أنه يهرع للقرآن الكريم ويهرع للحديث الشريف ويشوف شنية مواطن اللعنة اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأن يحرص على أن لا يقرب إليها لا من قريب ولا من بعيد. لعن الله الظالمين، والظالمون قسمان: ظالم لنفسه باستباحة محارم الحق، وظالم لغيره باستباحة محارم الخلق. فنسأل الله لكل من أصناف التي سنذكرها ولنا التوبة النصوح العاجلة. لعن الله من يكتمون العلم والوحي على الناس، ولعن الله قاطع الرحم، لعن الله الطاعنين في المؤمنات بهتك أعراضهن والمنافقين، كما لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائم بحدود الله: ووالله لو كانت القلوب حية لكفاها أن التحذير من الله ورسوله لتتعظ. فلا نستغني حتى على التفسير، أن هذا التحذير جاء من الله ورسوله. لعن صلى الله عليه وسلم الربا، فقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعن الوشم، ولعن الرشوة، فقال: لعن الله الراشي والمرتشي. ولعن أم الخبائث وهي الخمر، فلعن شاربه وبائعه ومبتعاه وعاصره ومعتصره وحامله والمحمولة إليه، كما لعن صلى الله عليه وسلم الذبح لغير الله، ولعن الناس التي تتخذ القبور مساجد. وهذا إن شاء الله يكون في خطبة مهمة جدا، لأنه في آداب المرضية لله في الزيارات التي نراها في تونس للزوايا. الزوايا أماكن مباركة ولكن بما يرضي الله، بما يرضي شرع الله. إلا أنه صلى الله عليه وسلم أدبنا وأرشدنا أن لعن هذه المواطن ما تفتحلناش لعن أبواب المؤمن الذي وقع فيها. فأنا إذا نشوف شارب خمر لا نلعنه، نلعن الموطن لا الذي يوجد فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون المسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. الموطن الثاني الذي رن فيه الشيطان هو هبوطه للأرض. هبوطه للأرض، وهذه إشارة على قيمة الحياة الدنيا الحقيقية، وهي تربية لنا باش نجعل الأرض هذه والحياة الدنيا في أيدينا وما نجعلهاش في قلوبنا، وأن نفقه أن هذه الأرض هي معبد وليست معلف، وأن النعم إذا ما دلناش على ربي لا تكون نعما إلا إذا دلتنا عن المنعم سبحانه وتعالى، فنزداد شوقا للقائه ولملاقاة مولانا. فهكذا كان سيدنا بلال بن رباح وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت تقول زوجته: وكرباه، وكرباه، باش تفقد زوجها. شي جاوبها سيدنا بلال؟ يقولها بالعكس: وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه قلوب الصحابة، يعني الحياة الدنيا ما هيش في قلوبهم، في أيديهم. لذلك رن الشيطان منها، لأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن المؤمن في شوق للقاء ربه، للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، للقاء الصالحين.
ولذلك الدنيا سجن بالنسبة له. والدنيا كما وصفها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هي دار ممر لا دار مقر. وقال: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وسئل سفيان الثوري وهو من كبار علماء الأمة رحمه الله، فسئل: ما لنا نكره الموت؟ قال له: وين يتجدد الموت؟ احنا بنية في بلادنا نقول بالله بعد عليه هالفالد. علاش يا ربي خليني؟ علاش تذكر لي في الموت؟ علاش ما نعيشوش، ما ناكلوش، ما نشربوش، ما نشيخوش، وكأن الموت أصبحت يعني حاجة عاش مقبولة للقلوب. سئل سيدنا سفيان الثوري فأجابهم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخرب، ولذلك نكره الموت، لأن من عمر آخرته اشتاق إليها. فإن كانت اللعنة والدنيا أفزعتا الشيطان، فمن باب أولى أن يتعظ لها قلب الإنسان. جعلنا الله من الذين يعاملهم الله بحلمه بعد علمه وبعفوه بعد قدرته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر بآياته، المنزه عن مشابهة مخلوقاته، خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا، وهو بكل شيء عليم، وبكل عبد رحيم، وعلى كل أمر حكيم، وإلى كل قلب حليم كريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإفرادا له بألوهيته، وتنزيها لحضرته عن كل نقص وعيب ولوم ذميم. وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عبده ورسوله، المبعوث بالمنهج القويم الدال على الصراط المستقيم، والإمام الأكمل لكل من أراد أن يدخل في قول الحق تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فالموطن الموالي الذي رن فيه اللعين هو عند مولد سيد المرسلين، وعند بروز نور المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يرن وقد وضعت السيدة آمنة الطاهرة الزكية منبع الرحمات وصاحب الشفاعات. كيف لا يرن الشيطان وقد قضى الرحمن أن من شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة يكون في الجنان مخلدا وفي النعيم مؤبدا. كيف لا يرن الشيطان وقد قضى المنان أن من عرف النبي صلى الله عليه وسلم صار مرضيا، ومن أحبه صلى الله عليه وسلم صار تقيا، ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم صار نقيا، ومن فنى في حضرته صلى الله عليه وسلم صار وليا. وهذه إشارة لنا بالتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة، وأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بها عليه عشرة. فكيف لا نتعلق بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا نفرح بمولده بشرط أن يكون ذلك بما شرع الله وبما أرضى الله وبما يرضاه صلى الله عليه وسلم، بإحياء سنته ومنهجه وبإحياء حال قلبه مع الأمة. هكذا يكون إحياء المولد إن شاء الله. أما المشهد الأخير فكان في نزول الكتاب، في نزول السبع المثاني الشافية الواقية الكافية كما سماها العلماء، وهي سورة الفاتحة. رن إبليس لما لها من فضائل ورحمات وبركات، لأن إبليس لا يرن إلا إذا كان شيء أنزله الله قيمة، كما
يعني إبليس شنو يحب؟ داخل جهنم يحب يعني يزنى معك من كل واحد. فكلما تجلت رحمات الله رن وغضب وصاح. وسورة الفاتحة كلها رحمات، كلها بركات. ومن أعظم ما قيل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني لا بد أن يستشعرها من يقرأ الفاتحة في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذ قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذ قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذ قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك رن الشيطان من هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. حققنا الله بأنوار هذه السورة المباركة التي وصفها من تنزلت على قلبه الشريف فقال هي أعظم سور القرآن. عباد الله، إن الله أكرمكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم يا أمة محمد من جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائما عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الشرف الأشم والنور الأتم. اللهم صل وسلم على المخصوص بالرسالة في سابق القدم. اللهم صل وسلم على المختار بالسيادة قبل اللوح والقلم. اللهم صل وسلم على الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم. اللهم يا خالق الوجود من العدم اجعلنا بالصلاة عليه من خير الأمم، وافتح علينا بنور العلوم وخصائص الحكم، واجعلنا في هذا العام وفي كل عام من زوار نبيك وبيتك المحرم. اللهم يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا، يا من برحمته على العرش استوى، يا خالق الخلق وما حوى، يا إله النجم إذا هوى. اللهم اجعل ألسنتنا لاهية بذكرك وجوارحنا قائمة بشكرك ونفوسنا سامعة مطيعة لأمرك، وأجرنا يا رب بلطفك من مكرك. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ورؤية أعمالنا ومن شر كيد الشيطان يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اجعلنا من خواص عبادك الذين ليس لهم عليه سلطان. إلهنا ثبت قلوبنا على ما به أمرت وجنبنا عما نهيت، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم ارحم والدة إمامنا وكل أحبابنا. اللهم تغمدهم ببحر رحمتك وعفوك وجودك وكرمك الذي لا ساحل له. اللهم ارزقهم جوار حبيبك في الفردوس الأعلى بلا توبيخ ولا عتاب ولا مناقشة ولا حساب. اللهم بارك في أزواجنا وأولادنا وبناتنا وذراتنا وذرياتنا. اللهم صل وسلم على صاحب التاج والمعراج صلاة تتجلى بها على قلب كل محتاج، بحار فرجك أمواج وتبعث بها فينا جيوش نصرك أفواج. وسلم يا رب عليه وعلى آله وصحبه ما وحد موحد معتمر وحاج تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.